أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تلفزيون جمهورية الصوماليلاند أحييكم وأقرأ على حضراتكم النشرة الإخبارية المسائية لهذا اليوم وأهم ما بها من أنباء. وزير وزارة الصحة بجمهورية الصوماليلاند وجولة تفقدية إلى بعض المراكز الصحية والمستشفيات بإقليم أوضل. نائب وزير وزارة الثروة الحيوانية بجمهورية الصوماليلاند ومشاركة في مناسبة عقدت بمقر الوزارة. أيها السادة والسادة، كانت هذه أهم العناوين وإلى حضرتكم النشرة مفصلة. قام اليوم وزير وزارة الصحة بجمهورية الصوماليلاند معالي حسن إسماعيل يوسف والوفد المرافق له حيث وصل إلى إقليم أوضل يوم أمس. قام صباح اليوم بجولة تفقدية إلى بعض المراكز الصحية بإقليم أوضل هدفت من أجل الاطلاع على ما يقومون به ويقدمونه إلى المرضى من خدمات. قام اليوم وزير وزارة الصحة بجمهورية صوماليلاند معالي الدكتور حسن إسماعيل وبرفقته عدد من المسؤولين قام بجولة تفقدية إلى عدد المراكز الصحية بمدينة بورما مركز إقليم أوضل، وهدفت هذه الجولة للاطلاع عن قرب كيفية سير الأعمال بها وكيفية تقديم خدمات الصحية للمواطنين. هذا كما استمع من خلال جولته إلى عمدة مدينة بورما ونائب محافظ الإقليم ومنسق وزارة الصحة بالإقليم وعدد آخر المسؤولين، والذين قدموا من خلال كلماتهم شرحا مفصلا عن طرق سير أعمال تلك المراكز الصحية والخدمات الصحية التي يقدمها موظفي تلك المراكز. وفي الختام تحدث هناك وزير وزارة الصحة معالي حسن إسماعيل بكلمة عهد من خلالها كوزارة بتوفير الدعم اللازم لكافة المراكز الصحية من كافة الجوانب، والتي منها الخدمات الصحية وتوفير الأدوات الصحية وتوظيف موظفي ذوي كفاءة عالية لخدمة المواطنين الإقليم بصورة صحية ذات جودة عالية. شاركت اليوم نائب وزير وزارة الثروة الحيوانية بجمهورية الصوماليلاند السيدة يورب أبيب في مناسبة موسعة عقدت بمقر الوزارة وهدفت من أجل الإعلان عن تسلم المدير العام الجديد مهام عمله خلفا لسابق بالوزارة. شاركت اليوم نائب وزير وزارة الثروة الحيوانية والبحرية السيدة يورب أبيب عبدي وبرفقتها عدد كبير من المسؤولين وموظفي الوزارة وعدد آخر من المسؤولين شاركوا في مناسبة موسعة تم من خلالها تسليم مدير عام وزارة الثروة الحيوانية مهام عمله خلفا للمدير السابق. هذا وتحدث في بداية هذه المناسبة عدد من مسؤولين الوزارة وعدد من الحضور بكلمة رحبوا من خلالها بمدير عام الجديد للوزارة. هذا كما أشادوا بأعمال والجهود البارزة التي قام بها المدير العام السابق للوزارة. وفي كلمة المدير العام السابق للوزارة سعادة عبدي أحمد نور بكلمة شكر من خلالها كافة موظفي وزارة الثروة الحيوانية ومسؤولي الوزارة على كيفية عملهم معه خلال فترة توليه مهام عمله والجهود التي بذلوه لإتمام البرامج التي كانوا يعملون عليها. هذا كما تحدث هناك مدير عام الجديد للوزارة سعادة علي حسين نور بكلمة شكر من خلالها كافة الحضور على حفاوة الترحيب. هذا كما تعهد من خلال كلمته بأداء المهام الموكل إليه بأكمل وجه. وفي الختام تحدثت هناك نائب وزير وزارة الثروة الحيوانية السيدة يورب أبيب عبدي بكلمة أشادت من خلالها بأعمال البارزة التي قام بها المدير العام السابق. هذا كما رحبت بمدير العام الجديد متمنية له التوفيق والسداد بمنصبه الجديد. عقد اليوم سعادة باشا عول سفير جمهورية الصوماليلاند بالإمارات العربية المتحدة لقاء صحفيا لوسائل الإعلام بالعاصمة هرقيسة، وتطرق خلاله إلى أسباب زيارته إلى جمهورية الصوماليلاند وبرفقته مجموعة كبيرة من الصحفيين لدى الدول العربية والعالمية. عقد اليوم سفير جمهورية صوماليلاند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة باشا عول مقابلة صحفية لوسائل الإعلام المحلية أعلن من خلالها بأن بالآونة الأخيرة قام عدد من الصحفيين التابعين لعدد من الوسائل الإعلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى قد قاموا بالزيارة إلى جمهورية صوماليلاند وخاصة إلى مدينة بربرة وبورما وهرقيسة، وذلك للنقل والتوصيل إلى دول العالم الحالة العامة لجمهورية صوماليلاند والتطور والرقي التي وصلت إليه جمهورية صوماليلاند ونقل كلمات ورؤية شعب جمهورية صوماليلاند ومختلف مسؤوليه. هذا كما التقوا برئيس جمهورية
جمهورية سوماليلاند فخامة موسى بيحي عبدي، والذي أطلعهم على نظرته لما توصلت إليه سوماليلاند، حيث تعتبر سوماليلاند أرض خصبة للاستثمار بها وتدعم كافة المشاريع الكبرى. هذا كما أشار سعادته بأن إن دل هذا يدل على أن سوماليلاند دولة حرة ولها كيانها وسيادتها المستقلة وتسيطر على كافة شؤونها الداخلية والخارجية. هذا كما تعمل حكومتها على توفير كافة الوسائل الراحة لمواطنيها. هذا كما تطرق سعادة باشا عول إلى علاقات القوية بين جمهورية سوماليلاند ودولة الإمارات العربية المتحدة ومدى الفائدة الكبيرة التي تعود على مجتمع سوماليلاند وحكومتها من خلال هذه العلاقة القوية والصداقة بين الدولتين. شارك اليوم مسؤولي وزارة التعليم العالي بجمهورية سوماليلاند وبرفقة محافظ إقليم الساحل وعمدة مدينة بربارة في مناسبة موسعة عدتها جمعية جافو الوطنية، وذلك من أجل الإعلان عن تخريج دفعة 25 طالبة أنهوا دراستهم في العلوم الإدارية. شارك اليوم عدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم العالي بإقليم ساحل ومسؤولي إقليم ساحل ومدينة بربرة وعدد آخر من المسؤولين شاركوا في مناسبة موسعة تم من خلالها تسليم شهادات تكريمية لعدد 25 طالبة أنهوا دراسة الإدارة العامة والمكاتب، وذلك بجمعية جافو الوطنية للتدريبات بفرعها بإقليم ساحل. وتحدث في بداية هذه المناسبة السيد أحمد أحد مسؤولي جمعية جافو الوطنية بكلمة قدم من خلالها شرحا مفصلا عن أهمية هذا التدريب ومدى فائدته للطلاب الخريجين. هذا كما ناشد من خلال كلمته الطلاب الاستفادة من المعلومات القيمة التي قدمت إليهم خلال هذه الدورة. هذا كما تحدث هناك منسق وزارة التربية والتعليم بإقليم ساحل سعادة إبراهيم وعمدة مدينة بربرة وعدد آخر من المسؤولين بكلمة رحبوا بخلالها بطلاب الذين أنهوا دراسة الإدارة العامة والمكاتب. هذا كما شكروا من خلال كلماتهم مسؤولي جمعية جافو الوطنية على التدريبات والبرامج الفعالة التي يقدمونها للطلاب لخدمة أنفسهم ووطنهم. هذا كما تحدث هناك محافظ إقليم ساحل ثم أشاد من خلالها بالجهود الفعالة التي تبذلها جمعية جافو الوطنية لخدمة المجتمع. وفي الختام تم تسليم شهادات تكريمية للطلاب الخريجين. أيها السادة والسادة، كان هذا كل ما لدينا من أنباء في هذه النشرة. نشكركم على حسن وطيب المتابعة، وإلى لقاء آخر يجمع بيننا. دمتم بأمان الله.